يا دكتور زيك. ازيك، اخبارك ايه؟ حلوة، أنا حلوة بس متضايقة. ايه اللي مضايقك؟ ناس. خير. هل أنا عديمة الأمومة لمجرد إن أنا اخترت إن أنا أغير جو بعيد عن ولادي كام يوم؟ مين اللي قال كده؟ ناس. واحنا ليه نسمع لكلام الناس؟ طب قولي لي أعمل إيه؟ اقول لك تعملي ايه؟ هقول لك تعملي ايه. انت عارفه طبعا ان محاوله ارضاء الناس غايه لا تدرك. تمام؟ تعرفي الحدوته بتاعت جحا والحمار؟ آه. عارفاها؟ أيوه. طب ايه، احكيها لي كده، قولي. جحا قال لابنه تحب أوريك إن إرضاء الناس غاية لا تدرك؟ قال له بمعنى إيه يا بابا؟ قال له تعالى هقولك. أخده وركبوا هما الاتنين على الحمار، وقال شوف الناس اللي ما عندهاش، الناس قالت شوف اللي ما عندهمش رحمه بالحيوان وهما الاتنين راكبين على الحمار ازاي. نزل جحا وساب ابنه على الحمار وقال له اتفرج. ساب ابنه على الحمار وقال له، والناس قالوا شوف الولد اللي ما عندوش دم اللي سايب ابن ابوه ماشي وهو راكب على الحمار. نزل الولد وركب جحا على الحمار والولد جنبه. شوف الاب اللي عديم الابوه اللي راكب على الحمار وسايب ابنه ماشي جنبه. نزلوا الاتنين من على الحمار والحمار فاضي. قال لك شوف الناس اللي ما عندهاش مخ. لا، ده شالوا الحمار. ده وصل ان هما الاثنين شالوا الحمار علشان يرضوهم. فقالوا شوفوا الناس، جحا اتجنن. ده شوفوا هو وابنه شايلين الحمار. ايه الجنان ده كله؟ يعني هم وصلوا جحا وابنه ان هم يشيلوا الحمار عشان يهننوه ويدلعوه. ما هو مفيش حاجه عاجباهم. فهنوصل لحد فين؟ ادي الحكايه. طيب، معنى كده ان احنا لو قررنا وبدانا ناخد قراراتنا الشخصيه والحياتيه بناء على آراء وأقوال وأحكام الناس، يبقى احنا كده دخلنا في متاهة، واحنا كده بنتخلى عن هويتنا الحقيقية، بنتخلى عن إرادتك الشخصية، عن أفكارك، عن أهدافك. انت عاوزة ايه؟ مش الناس عاوزة ايه. زي ما انت حكيتي وتفضلتي وتكرمتي بحكاية جحا والحمار. يقول لك ده اتجوز، ده طلق، ده خلف، ده ما خلفش، ده كمل تعليمه وده ما كملش، ده مديه وقتها كله لاولادها وعيالها وهي انتهت خلاص لحد ما خالص. دي سايبه عيالها وخارجه وهم ما دخلوش، هم بيحكموا من الظاهر. وخصوصا في الوقت والزمن الحالي بقت اطلاق الاحكام والاشياء وكأن كل واحد حاطط مناخيره جوه حياتك بزياده. بقى الموضوع زياده علينا، ومش كده وبس، هيدمرك نفسيا. انت لو ركزتي انك انت تمشي في حياتك بناء على احكام واقوال الناس حواليكي، عمرك ما هترتاحي. مش هتلاقي نفسك، هتدوبي وهتتوهي، ومش هتلاقي انت عاوزه ايه او انت مين. نصيحتي ليكي لو انت عايزه فعلا تاخدي النصيحه، استمتعي بكل لحظه في وقتك وما تديش سمعك لاقوال الناس. القاعده الاساسيه في التعاملات ايه هي؟ لا ضرر ولا ضرار. يعني ما دام انت ما بتضريش حد وما بتضريش نفسك، اعملي اللي انت عايزاه. اما الجزئيه بتاعت انك انت خرجتي لوحدك وسبتي عديمة الأمومة. يعني بالظبط كده. لا، هو الطبيعي انك انت لازم جزء ليكي. انت فين؟ انت كإنسانة باسمك انت فين؟ لازم يبقى في جزئية لنفسك تعيدي بيها إعادة شحن وترتيب هويتك، شعورك، أفكارك، تجددي الطاقة بتاعتك عشان تقدري تتعاملي وتركزي، تفصلي. ده ضروري جدا، لأن في يوم من الأيام لو فضلتي مركزة حياتك كلها على أولادك فقط، يعني اللي هيكبر، اللي هم كمان بيكبروا ليهم حياتهم وهويتهم واهتماماتهم، هتبصي تلاقي نفسك هتبقي مزعجه بالنسبه لهم اكتر. هتبصي هتلاقي نفسك انا فنيت عمري كله. مش هتلاقي نفسك. انت كنت بتستمدي قيمتك الذاتيه من خلالهم فقط لا غير. طب انت قيمتك الذاتيه الحقيقيه من خلال نفسك فين؟ انا مش بقول ده بيبقى تحريض انك انت تتخلي عن موهباتك كأم وكزوجه وكربة منزل اطلاقا، لكن لازم في جزئيه خاصه بك بتاعتك انت، تعرفي من خلالها تجددي افكارك ووعيك، تحققي حاله الرضا والشعور بالراحه، علشان في يوم من الايام انتوا موجودين انا تمام،
واحنا كلنا حلوين مع بعض. طيب لو هما سابوكي وشغلوا بالزياده في اوقات عنك، ساعتها هتبص لنفسك بقيتي عبء نفسي عليهم، ضغط، هتسبب لهم ازعاج، وانت مش هتبقي مرتاحه ومتالمه، حاسه انك انت ما بيدوكيش الاهتمام اللي انت كنت بتديه لهم، وبالتالي مش هتلاقي منفذ ليكي غير انك انت تفضلي بمعنى اصح بالبلد كده كبسه على نفسك.